قبل مشاهدة الفيديو لا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل خاصية الجرس، وشكرا لكم. أكد اللاعب الجزائري السابق لخضر بلومي بأن بلاده تتعرض لمؤامرة كبيرة من طرف الاتحاد الإفريقي لكرة القدم بعد استبعاد رياض محرز من القائمة النهائية المرشحة للفوز بالكرة الذهبية داخل القارة السمراء. وقال بلومي في حوار أجراه مع العربي الجديد: أنا مصدوم لاستبعاد قائد المنتخب الجزائري رياض محرز عن القائمة المختصرة للاعبين المرشحين للفوز بالكرة الذهبية الإفريقية. وأضاف: لا يعقل أن تسقط اسم لاعب حصد 3 ألقاب تاريخية الموسم الماضي مع ناد عملاق بحجم مانشستر سيتي، بل أكثر من ذلك كان مؤثرا في أغلب المباريات. هذا واعتبر بلومي بأن فريق اتحاد العاصمة الجزائري تعرض هو الآخر للظلم بعدما أسقط من المنافسة على جائزة أفضل ناد في أفريقيا، قائلا: أنا مستغرب ولا يمكنني معرفة المعايير التي جرى الاحتكام إليها لاستبعاد الاتحاد الفائز بلقبين من بينهما كأس السوبر على حساب بطل عصبة الأبطال الأهلي المصري. وشدد المتحدث ذاته على أن الجزائر تتعرض لمؤامرة من داخل الكاف، معلقا: أتفق مع من يقول إن هناك مؤامرة تحاك ضد الجزائر في أروقة الاتحاد الأفريقي لكرة القدم، وهذا ليس بجديد، فالمنتخب الجزائري مستهدف منذ فترة. وكان وليد صادي رئيس الاتحاد الجزائري لكرة القدم قد أعلن غيابه عن حفل توزيع جوائز الكاف المقرر غدا الاثنين بمدينة مراكش، مؤكدا غياب جميع الجزائريين عن هذه التظاهرة بعد استبعاد محرز من القائمة النهائية المرشحة لنيل الكرة الذهبية.